كتير ممكن نتسأل أسئلة بسيطة وبديهية من الأطفال وممكن ما يكونش عندنا الوصف الصح للإجابة عليها، زي مثلا ليه بنشوف السما لونها أزرق؟ وعلى الرغم من بديهية السؤال إلا إن له إجابة وتفسير علمي سهل وبسيط. اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا ليه بنشوف السما لونها أزرق. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. في الحقيقة فالسؤال ده أثار اهتمام علماء كتير جدا لعدة قرون من الزمن، وكان لابد انهم يفهموا الكتير من الحقائق علشان يقدروا يجاوبوا على السؤال ده. حقائق زي طبيعة ضوء الشمس وطريقة انتقاله عبر الغلاف الجوي والجزيئات اللي بيتكون منها الغلاف الجوي نفسه، وكمان طريقة استقبال العين البشرية للضوء. ضوء الشمس لونه الطبيعي هو اللون الأبيض اللي هو متكون من ألوان الطيف السبعة. ضوء الشمس الأبيض ده لما بيتنقل عبر الغلاف الجوي للأرض بيصطدم بجزيئات الهواء، ولما بيحصل كده بتتشتت ألوان الطيف في جميع الاتجاهات، لأن كل لون منهم له طول موجي مختلف، ولأن اللون الأزرق له طول موجي قصير فبيتشتت أكتر من الألوان اللي ليها طول موجي طويل زي الأحمر مثلا. وعلشان كده بيكون اللون الأزرق هو المسيطر في السماء وبيخلينا نشوف السماء باللون الأزرق. الظاهرة دي بتسمى ظاهرة تيندال نسبة للعالم جون تيندال اللي أثبت أن مرور الضوء من خلال سائل بيحمل جزيئات صغيرة بيؤدي لتشتت الموجات القصيرة بقوة أكبر من الموجات الطويلة. بس اللون الأزرق مش هو اللون الوحيد اللي بيظهر في السماء، لأن السماء مثلا بيظهر فيها عدة ألوان وقت الغروب، وده بيرجع لبعد مسافة الشمس عن الأرض وقت الغروب، وده بيزود طول المسافة اللي بيقطعها ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي. علشان كده بيتلاشى معظم اللون الأزرق نتيجة لأن قوة تشتته بتتضاعف تقريبا، وده بيسمح لنا نشوف ألوان تانية زي الأصفر لو كان الهواء صافي، أو الأحمر لو الهواء بيحتوي على بعض الجسيمات نتيجة التلوث مثلا، أو اللون البرتقالي اللي بيظهر فوق البحار بسبب وجود جزيئات الملح في الهواء. وعلى الرغم من ان اللون الازرق اللي بنشوفه في السماء مش صاحب اقصر طول موجي في الوان الطيف، وان اللون البنفسجي طوله الموجي اقصر منه، فالسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو ليه مش بتظهر السماء باللون البنفسجي على الرغم من ان اللون البنفسجي له اقصر طول موجي والمفروض انه اللون الاكثر تشتتا. وبنقدر نفسر الموضوع ده بان عينينا بتكون اقل حساسية للضوء البنفسجي منها للضوء الازرق، ولان بعض الضوء البنفسجي بيتم امتصاصه في طبقات الغلاف الجوي العليا، وعلشان كده بتكون نسبة اللون البنفسجي من ضوء الشمس في السماء قليلة واللون الأزرق هو اللي مسيطر. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.